أهلا بكم مجددا. حمامات مولاي يعقوب المغربية منتجع طبيعي خلاب ونعمة الطبيعة، إذ يحوي عيونا من المياه الساخنة حولت المنطقة إلى محطة استشفائية طبيعية نادرة في العالم. كريم قرقوري زاره وأعد لنا التقرير التالي. حمامات مولاي يعقوب المغربية منتجع طبيعي خلاب ونعمة الطبيعة التي تفتقت في شكل عيون من المياه الساخنة التي حولت المنطقة إلى محطة استشفائية طبيعية نادرة في العالم، باتت منذ عقود قبلة للسياح من مختلف بقاع العالم الراغبين في فوائدها الصحية، خاصة وأن مياهها الخارجة من باطن الأرض بحرارة عالية ومواد معدنية جد غنية وصحية تساعد على الشفاء والتداوي من عدد كبير من الأمراض الجلدية، كما تشير في ذلك بعض الأبحاث الطبية. وهو الاكتشاف عنده عدة روايات وعدة مقولات. يعني كاين ما يسمى المقولة الأولى أنه هذا الماء كان واحد الأمير أو الملك يعقوب، أنه كان قديما كان عنده واحد يشكو من بعد واحد المرض، وأنه كلف واحد ما يسمى واحد الخادم ديالو أو المساعد ديالو أو هذا أنه يمشي يشوف له الدواء. وملي بدا كيبحث ديك الخادم الى وصلوا لمولاي يعقوب، فهمتني. كاين الروايه الثانيه كتقول انه لاله الشافيه كانت احد الاميرات لواحد الملك عاود السابق. وتتضارب الآراء وتختلف حول تاريخ اكتشاف هذه الحامة الطبيعية، إلا أن هناك من يربط تسميتها بالسلطان مولاي يعقوب الموحدي، والذي كان يعاني مرضا استعصي عليه علاجه، غير أنه حينما استحم بهذه المياه شفي بعد أسبوع فسميت باسمه، إلا أنها لم تجهز بالشكل الذي عليه الآن إلا سنة 1965. حامة مولاي يعقوب هي حامة طبيعية يقصدها الناس من جميع مناطق المغرب ومن خارج المغرب للاستشفاء من بعض الأمراض وخاصة الأمراض الجلدية. وقد أثبتت التحليلات الطبية والمختبرية التي أجريت من طرف خبراء مغاربة وأجانب أن مياه مولاي يعقوب التي تنبع من عمق يناهز 1200 متر من باطن الأرض وتتراوح حرارتها ما بين 50 و 55 درجة عند خروجها إلى السطح، تحتوي على عدة عناصر كيماوية كالكبريت والملح، وعلى خصائص فيزيائية مهمة ذات النشاط الإشعاعي الطبيعي، مما يجعلها ذات فعالية كبيرة في علاج الأمراض الجلدية وبعض أنواع الروماتيزم. اللي يمكن نأكدوا اللي هو علميا، وأنه من بعد ما كان مستعمر هنايا تم اكتشاف الخاصيات ديال الماء مولاي يعقوب، يعني كيفاه ما يسمى بالكبريت والملح والزنك والمغنيسيوم الى اخره، وبالتالي الخاصيه العلميه والطبيه تم اكتشافها مؤخرا. وبفضل فوائدها الصحيه الكثيره والمتنوعه، فان هذه الحامه الطبيعيه العجيبه باتت علامه دوليه في العلاجات الطبيعيه بشهاده العلماء والباحثين والمختصين. المنطقة ديال مولاي يعقوب هي منطقة سياحية اللي كيلجأ لها العديد من المواطنين المغاربة في عدة عطل، نظرا للمناظر الجميلة اللي فيها ونظرا للمسبح اللي كيتواجد بها اللي كيساعد على الاستشفاء من أمراض جلدية. وبعد تزايد الوعي بأهمية العلاج الطبيعي والبيولوجي، عرفت المنطقة إنشاء حامة عصرية بمواصفات دولية بعد أن أنشئت بها محطة طبية ومعدنية جديدة أواخر الثمانينيات من القرن الماضي بتمويل محلي وخليجي، تضم عدة مرافق حديثة من مسابح ومغاطس وحمامات ورشاشات وقاعات للترويض الطبي والدلك المائي وحمام البخاري، فضلا عن قاعات أخرى متخصصة في علاج أمراض الأنف والأذن والحلق والرحم والتجميل. بالنسبه للنتيجه ديالو الحمد لله كنقول لك مزيانه من العام، ما كنحسوش داك الشيء اللي كنعانيو به كينقص. وبالنسبه للناس الاخرين كنعطوهم حتى هما كنشجعوا الناس باش يمشيو يستافدوا من ذاك المقام.
وقد عرفت هذه الحامات العجيبة خلال السنوات الأخيرة إقبالا كبيرا وغير متوقع للزوار وخاصة المرضى المصابين بأمراض جلدية، مما اضطر السلطات إلى بناء حامات جديدة إلى جوار القديمة لتوسيع الطاقة الاستيعابية والاستجابة للطلب المتنامي، والذي حول المناطق المحيطة بها إلى مواقع نشيطة في مجال التعمير والتشييد من أجل استقطاب الزوار وإيوائهم وتوفير الخدمات اللازمة لهم. وتبقى حامات منى يعقوب من أهم المنتجعات السياحية التي يقصدها الزوار من داخل المغرب وخارجه بهدف الاستجمام والاستشفاء. كريم الخرقوري للغد العربي من حامات منى يعقوب، فاس، وسط